السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير كيما العاده والعوايد بيان سور. انا دائما يا اخي هكذا نغيب نغيب نغيب، نهار نجي ما نجيش يديا فارغين، بيان سور نجي ونجيب حويجه بنينه معايا، واليوم جبت بحاجه حلوه كيما نتوما. اي بيان سور ماشي انا اللي راح نديرها، راح يديرها نوتر بوتي شيف باتيسي اللي هو خويا صغير تعلم لا باتيسري، ومن داك يتفنن هكذا. الوغ اليوم قلت له ايا معايا الكوزينه انت اللي راح توجد معايا لا كريم برولي، بنينه 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 بنينه، ما تقدروش تتصوروا شحال. اي بيان سور راح يعطي لكم كامل لي زيتاب والمقادير مضبوطه. اول حاجه راح نسحقوها 50 غرام تاع سكر، 3 صفار ولاد الدجاج، عندنا 250 مليلتر كريمه سائله طازجه، زائد ملعقه صغيره تاع لافاني باش تعطينا البنه. بيان سور الحاجه الاولى اللي نبداو فيها راح ناخدو كاسرونه وراح نحطو فيها الكريمه السائله تاعنا باش تدفنا مع مغرفه كما قلنا تاع لافاني. راح نحركوها شويه ونخلوها تدفى مليح على نار متوسطه، ما تخلوهاش تغلي بزاف بيان سور باش ما تنقصش الكميه تاعها وما تتبخرش. او ميم طون راح نبداو نخلطوا المكونات الاخرين تاعنا اللي هما راح يكونوا كما قلنا 3 صفار تاع ولاد الدجاج مع 50 غرام تاع سكر. راح نضربوا هاد المكونات حتى يتجانسوا ويولي الخليط تاعنا شويه بيض، ماشي بزاف بزاف حتى يولي موسى فوق اللازم، رغوي بزاف. دونك قيس ما يولي لنا بيض كيما راكم تشوفوا. من بعد راح نفرغوا عليه الكريمه السائله مور ما دفات، بيان سور فرغوا وخلطوا اون باراليل في نفس الوقت، سواء تستعملوه مضرب كهربائي ولا تقدروا جست مضرب يدوي اللي هو الفوي، باسكو لا كريم تكون شويه سخونه نخاف ولاد الدجاج تاعنا يطيب. دونك نخلطوها حتى يتجانسوا المكونات تاعنا. من بعد راح ناخدو دي رامكان، كل واحد ياخد اللي عنده في الدار بيان سور، راح نفرغوا فيه هذيك الكميه تاعنا تاع الكريمه الطازجه مع السكر ولاد الدجاج، وراح نديروا لهم ماء سخون يغلي في السنيوه، وهذا الماء سخون راح يغطي النصف تاع هاد الكؤوس ولا لي غامكان ديالنا، راح يغطيهم للنص. وندخلوها بيان سور للفرن على 150 درجه مئويه بالتقريب واحد 30 35 دقيقه. كي يخرجوا راح نخلوهم في الثلاجه على الاقل 4 سوايع ولا ليله كامله. من بعد نديروا له سكر بني سكر رو، ولا اذا ما عندكم شو تحتمت سيوه بسكر بلان، مي انا ما سيتوش ما نقدرش نقول لكم. الوصفه راح تكون بالسكر البني وراح نحرقوه بالشاليمو. اي بيان سور بالصحه والهنا عليكم. وهنايا خليتكم تسمعوا مليح هذيك التكرميشه اللي تجي من الفوق. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتسيوها، وبيان سور تردوا لي الخبر مر ما تجربوها، وتبعتوا لي تصاور سور انستغرام اللي راح نخليه لكم في الاسفل. ان شاء الله الوصفه تكون بنينه سهله كيما يحب الخاطر والخواطر. سلام.